قال لك المريض خايف لدرجه عاوز تعتني بيه الاول. طمني عليا، عدي عليا، قول لي اخباري ايه، انا كويس وفي ان شاء الله في امل باذن الله. طمني عليها الاول. قال لك طب وتاني حاجه؟ قال لك العنايه الطبيه. قال لك وتالت حاجه؟ قال لك العنايه الغذائيه. قال لك واخر حاجه؟ قال لك الفلوس. لما الانسان يتوجع الفلوس اخر حاجه، لما يخرج الفلوس اول حاجه. فتبص تلاقي الفرق بين الاثنين. اول ما يخرج يدور على الماده ويدور على الفلوس، والفلوس طاقه ارضيه هتشدك لتحت. طب وايه الطاقه العاليه؟ الطاقه الروحانيه. اول ما تخش المستشفى تبدا الطاقه الروحانيه تبدا تزيد وتبقى اخر حلاوه. طب والطاقه الماديه بتختفي. انا خد كل اللي في جيبي. انا في وقت من الاوقات لما جات لي جلطه وانا لا بدخن ولا بشرب ولا يعني ولا رياضه باستمرار، لما دخلت المستشفى الدكاتره قال لك انت مش المفروض تكون هنا، ما عنديش ضغط عالي، ما فيش سبب. لكن السبب عند مسبب الاسباب. وانا وقتها حسيت كان عندي صداع غير طبيعي. انا بفضل الله سبحانه وتعالى عندي حاجات كتير ممكن استخدمها ان انا ممكن اضيع صداعي. بس الاول بشوف الدكتور، طبعا مش حاجه عضويه انا ممكن اضيعه بالتنويم بالايحاء في استرخاءات معينه في نماذج معينه. لكن حتى انا اول ما تحصل لي حاجه على طول اروح دكتور عشان اكشف. فالدكتور على طول ملوش بديل، مش حاجه اسمها بديل، في حاجه اسمها مكمل. فانا اقول لك العلاج المكمل مش العلاج البديل. البديل مع كده انا بلغي الدكاتره. ففي الحالات دي حاولت اعمل حاجه لنفسي مش عارف. رحت المستشفى، في دكتور هناك كان مستشفى من المستشفيات قال لي خد اسبريتين ما عندكش حاجه. رجعت تاني وده التشخيص الخاطئ. والراجل ده لو كنت انا قضيته كنت وديته في 60 داهيه. اللي حصل بعد كده الصداع ما بيروحش. وربنا ما يوريك الصداع مش صداع، عارف بتخبط راسك في الارض من كتر الالم والوجع. مش طبيعي، عارف خلاص هنفجر، دماغي هتنفجر. وبعدين من هنا رحت الدكتور تاني. الدكتور قال لي انا شاكك في حاجه وهخليني اعمل اشعه بسيطه. وفي ثواني لقيت الاسعاف بره مستنياني، ورحت نازل على مستشفى ثانيه اسمها مونتريال جنرال هوسبيتال اللي هي المستشفى الكبيره جوه مونتريال. والاسعاف ودتني هناك وعلى العنايه المركزه، وفضلت هناك 6 ايام. عملوا لي الام ار اي واكتشفوا ان عندي جلطه وبتنفجر في كل حته في مخي. والتاني اللي قال لي خد لك اسبرنتين لو كنت استنيت نص ساعه تمام كنت مت. ايه السبب؟ عادي. ايه عادي؟ طبيب ما عندوش ضمير. قال لك ده شويه صداع خد لك اسبرنتين. لو كان حط الوقت اكتر من كده، لو كنت انا حصلت وعيلتي كانت رفعت على قضيه كانت حطيته في السجن، لان موت حد ما خدش وقته. دلوقتي بقى وانا قاعد هناك بصيت للدكتور، كان اصل صيني، دكتور من اصل صيني كندي صيني. هو داخل كده بيقول لمراتي، بيقول لها لو عدى عليه 24 ساعه يعني انا مش هنبدا نعالجه لان مفيش فايده، مش كنا نعرف نعمله حاجه دلوقتي، خلاص انتهى. فانا بصيت كده وانا متالم جدا. قلت له بتكلمني؟ انا ما بدخنش فاكر؟ انا اللي بلعب رياضه، انا اللي حلو، ممكن اجيب لك كام واحد من بره، خد لك واحد منه. وانا بستغرب ازاي جيت هنا وليه جيت هنا وانا قاعد هنا. بقى خدوا بالكم، اول ما تحصل لك مصيبه هتلاقي نفسك لوحدك، خصوصا في الامراض هتلاقي نفسك في المستشفى لوحدك. لو حد بايت معك في نفس الغرفه مش هياخد منك الالم، مش هياخد منك الوجع. معنى ايه الكلام ده؟ خد بالك من صحتك، خد بالك من التدخين. الناس عماله تدخن بعبط، انا بقولها وسامحوني في دي، لان لا اكل ولا شرب ولا فيتامينات، وبتسبب جلطات وبتسبب عجز جنسي وبتسبب الفشل الكلوي وبتسبب الزهايمر وبتسبب باركنسون. بلاوي غير انها حرام. تعمل ايه لنفسك؟ مع عمال يشرب لكن ما بيقيمش انها ممكن توديه فين. ما حدش عايز يروح هناك لكن عاوز دي، لكن مش عاوز تروح هناك. لكن لو تلاقي تروح تكشف والدكتور يقول لك عندك سرطان في الرئه. وشفنا بعض الفنانين، شفنا الناس اللي بنحبهم مع ذلك الناس ما بتتعظ، يطلع برضه يدخن ولا كانه سمع حاجه. انت حر. على كل حال زي ما كنا انا وصلت لك شويه معلومات. وهناك بصيت لقيت الدكتور خلاص بالليل كلهم سابوني، كنت لوحدي، ممنوع حد يكون معايا، كلهم روحوا وانا فضلت قاعد لوحدي. وانا قاعد لوحدي بصيت لولد صغير، كانت حوالي الساعه 11 ونص 12 بالليل، وجاي لي ما زادش عن 6 7 سنين. وبعدين بيقول لي ار يو ابسيت، يعني انت متضايق؟ انا خلصان. قلت له امشي امشي امشي، متضايق امشي اللي جابك هنا. فقال لي انت متضايق؟ قلت له مش هيمشي. قلت له طبعا اكيد، يعني فاكرني جيت هنا بزغرط اني جيت هنا فرحان مش قادر استنى ان انا جيت هنا؟ طبعا متضايق. قال لي لازم تتقبل هديه. لقيت الولد الصغير ده بيتكلم كده، قلت له تعالى. من مين؟ وانا مش قادر. قال لي من الله سبحانه وتعالى. عارفين لما ربنا سبحانه وتعالى يبعتنا لبعض في الوقت المناسب، تكون انت قاعد متضايق وتفتح كده التلفزيون تلاقي حد يقول لك حاجه بيكلمك انت.
دي هديه من الله سبحانه وتعالى. تفتح الكتاب تلاقي حاجه بتكلمك انت، هديه من الله سبحانه وتعالى. زي ما بقول لك ازاي واحد عمال يحلم قول له يا رب هل انت جنبي؟ جاله في المنام قال له شويه هوا ريح جميل يخبط خدودك بلطف جميل، احساس رائع وخشوع وحب. حد يكلمك، تفتح التلفزيون تلاقي حد بيكلمك انت، تفتح كتاب تلاقي خط هنا. كل دول انا بعتهم لك بس انت مش واخد بالك. كل دول هدايا من الله سبحانه وتعالى بس انت مش واخد بالك. زي واحد طلع فوق الجبل وطلع فوق الجبل يقول له يا رب املاني حب، يا رب املاني حنان، يا رب املاني تسامح، يا رب املاني. جاله الصوت قوي كده من بعيد قال له انت بتتملى كل يوم بس انت اللي بتخر. تتملى تخر، تتملى تخر، ما تظبطهم عشان تعرف تمشي كويس في الدنيا. ولقيت نفسي قاعد في المكان ده وانا مش عارف انا ليه هنا. ويومها بالليل بعد ما الولد ده مشي قال لي تعرف الولد ده على فكره قبل ما يمشي اداني درس رائع. قال لي انا عندي سرطان في المخ ويا دوب انا واقف، بكره عندي عمليه احتمالها 1%، وانا يا دوب ماشي. انا بس قلت ازورك وانا اي حد جديد ما اجي اتكلم معاه. لو كان ربنا سبحانه وتعالى عايزنا كل لعيب سله كان خلقني 7 متر، لكن خلقني صغنن كده عندي سرطان في مخي عشان خاطر اكتب الكتاب ده كيف تتعامل مع السرطان في سن صغيره. تاني يوم الولد مات لكن ما ماتش لان ساب الكتاب ده. الكتاب ده اترجم ب 32 لغه وباع اكتر من 16 مليون نسخه عشان العيال الصغيرين يقروا الكتاب ويحسوا باحساس هذا الشاب الصغنن اللي ربنا جابه عشان يعلم غيره. فكان هو قناه اتصال يجي ويمشي والناس تستمر في الزمن. وحسيت بفرق يومها بالليل من كتر الالم زي ما اكون مش قادر اتنفس، فحسيت ان جات لي سكته قلبيه. قلت خلاص بقى يعني خلاص ماشي بقى خلاص. فهنا ولا قلت هشد الجرس ولا هعمل حاجه. وكان بقى انا معروف بره الحمد لله، فالناس كانوا حواليا كتير وقاعدين لي وفي 2 بره وبدات تنتشر بره ففي ناس جايه تزورني. قلت لا انا مش هتنزل جرس. اتجهت لله سبحانه وتعالى قول له يا رب، يا رب انت عارف انا في ايه دلوقتي وعارف الالم اللي انا فيه، لان لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا رب ما تزعلش مني، اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه. يا رب لو كان ده وقتي بطلب منك ما تزعلش مني، عجل بيه، ما تزعلش مني، عجل بيه، مش قادر خلاص. ولو مش وقتي انت صاحب المعجزات، انت بتقول كل شيء كن فيكون، انت بعد المعجزات. انا متاكد يا رب انا متاكد انك ممكن تقول روح راحت، وانا مش هخبط في حد ولا هطلب من حد ولا هشد الجرس. انا هنا متوكل عليك توكل تام باستسلام تام بحب تام متقبل الهديه.